حبيب قلبي خش عليا بكوارث ريال مدريد. كيليان امبابي اللي مصاب وتحدد اصابته 3 اسابيع لم يستبعد من السوبر الاسباني. اديني عقلك يا باشا، ما انا بقول لك الحاجات دي ما بتحصلش غير في ريال مدريد. الراجل اللي مصاب 3 اسابيع، 3 اسابيع، وتاكد له استحاله يلعب ماتش ريال بيتيس في الدوري. هم خلاص تحس ان ريال مدريد مش فارق لهم الدوري، عادي يعني كده بطوله مش فارقه لهم تقريبا. انا مش فاهم هم بيفكروا ازاي ولا بيفكروا منين. ده مش قصتنا يعني. الماتش ده هيتلعب يوم 4 حلو كده، ومفروض الراجل مصاب 3 اسابيع، لكن موجود في قائمه السوبر الاسباني عادي، اللي هو ممكن ما يلعبش مثلا اتلتيكو مدريد. بس يعني ريال مدريد لو تأهل للنهائي ممكن نلعب الراجل وهو مصاب عادي، يعني المشكله ما هو عملها قبل كده عادي. طيب هل النهائي ده بعيد مثلا؟ يعني هو ماتش اتلتيكو يوم 8 ده مش هيقدر يشارك، فممكن يكون كان مصاب، لكن في النهائي يبقى خف يعني. النهائي يوم 11 وبعديه اصلا ب3 ايام. سبحان الله، ال3 اسابيع بقوا 3 ايام دلوقتي عادي. اقسم بالله كميه استهتار وعبث وعشوائيه بطريقه مش طبيعيه. راجل مش همه اي حاجه غير ان انا اوصل النهائي بكل نجومي والشو والمظهر والتصوير واللعيبه تبقى موجوده والتيشيرتات والتيكيتات. هو بقى يرمي كل حاجه تانية مش مشكله.